صوت قاوم. هنا لبنان العربي، صوت الجماهير الشعبية. نعم، مشاركة سوريا في الحكومة السورية في مؤتمر جنيف الاثنين الذي لم يحدد له موعد ثابت بعد، هي مسألة واضحة منذ البداية، حيث الحكومة السورية أعلنت موافقتها الغير مشروطة على الذهاب إلى هذا المؤتمر، بينما بقيت أطراف في الداخل وفي الخارج تتصارع للحصول على أوراق، إن كانت في الخارج مدعومة من الغرب وبعض الدول العربية، أو في الداخل محاولة لتأمين شخصيات اعتبارية تمثلها في هذا المؤتمر. في الداخل الوضع مختلف تماما عن الخارج، إن كان من ناحية المعارضة، فالمعارضة الداخلية في سوريا تسعى لوضع نقاط معينة للذهاب بصفة معينة إلى هذا المؤتمر، بينما الحكومة السورية جاهزة للتفاوض مع الجميع ودون أي شروط إن كانت مسبقة أو غير مسبقة. هناك في سوريا الشارع العام يقول بأن مؤتمر جنيف من شأنه الخروج بحل سوري بحت، وهو ما تحاول بعض الأطراف الغربية التشدق بهذا الحل لفرض الشروط التي تريدها. المعارضة الخارجية كما هو واضح من خلال تذبذبها في المرحلة الأخيرة تحاول عبر القنوات الغربية، إن كان أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أو في الأدوات العربية السعودية وقطر وتركيا والأردن، يحاولون كسب أوراق وتأجيل جنيف على هذا الأساس. يحاولون تأجيل المؤتمر لكسب أوراق داخل الأراضي السورية، ولكن الحكومة السورية والجيش العربي السوري لن يتسح لهم المجال أبدا، حيث الانتصارات التي يحققها إن كانت في ريف دمشق أو في حمص في وسط سوريا أم في الشمال في ريف حلب هي ما تمنع الأدوات العربية والقوى الغربية من السيطرة أو امتلاك أي أوراق جديدة من شأنها الذهاب بقوة إلى جنيف. الأخضر الإبراهيمي الذي قدم إلى المبعوث الدولي إلى سوريا والذي قدم إلى دمشق قبل أسبوع كان كمن يمشي بين حقل ألغام، لا يدري إلى أين يتجه. اجتمع مع عدد كبير من الأطراف السورية، معارضة وحكومة، وكان لقاءه الأهم هو مع السيد الرئيس بشار الأسد، والذي أوضح له بأن مؤتمر جنيف يجب أن يخرج بنتائج توقف الإرهاب. إيقاف الإرهاب في سوريا يتم عبر قطع طرق الإمداد وحث الذين يمولونه عن الامتناع عن القيام بهذا الفعل. محاولة الإبراهيمي الذي جاء بها والرسائل التي يحملها إن كانت السرية أم العلنية يبدو بأنها ستظهر للعلن اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع مع وفد روسي ووفد أمريكي في جنيف. هذه الأوراق هي ما حملتها الحكومة السورية للأخضر الإبراهيمي، والتي كانت واضحة على خلاف ما حملته كل من القطر وتركيا. هي أوراق واضحة بأن سوريا ليس لها شروط للذهاب إلى هذا المؤتمر، فلندع الائتلاف يتفق على من إن كان يرغب بالذهاب أم لا. حتى البارحة أو أول من أمس كان رئيس الائتلاف أحمد الجربة يقول بأنهم لن يذهبون إلى جنيف. لماذا؟ أعذارهم باتت تختلق بين حين وآخر. كل هذا بحسب معطيات العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري. لا يمكن عزل ما يقوم به الجيش العربي السوري عن مؤتمر جنيف أبدا. كل تقدم يقوم به الجيش يقابله تراجع من قبل الائتلاف بالذهاب إلى هذا المؤتمر. والإبراهيمي خلال زيارته قال بأن لا وجود لمؤتمر جنيف إن لم تكن المعارضة موجودة. إن كان يقصد بالمعارضة الخارجية والتي هي الائتلاف لا ندري، ولكن ما ندري أن المعارضة الداخلية جاهزة للذهاب. فلماذا كل هذا التأجيل؟ آخر الأقوال التي أشارت بأن مؤتمر جنيف قد يذهب إلى موعد جديد. الأخضر الإبراهيمي ليس لديه أدنى فكرة عن موضوع موعد جنيف، وإنما كان جوابه الوحيد طيلة فترة تواجده في دمشق هو أنه نسعى لعقله بأسرع وقت ممكن. ما هي السرعة التي يحتاجونها أو الشروط التي تفرضها السعودية التي أعلنت بأنها لن تذهب أيضا إلى مؤتمر جنيف؟ يقابلها رد أمريكي بأن لا مؤتمر جنيف بدون السعودية. إيران جاهزة للتفاوض في مؤتمر جنيف، ليس للتفاوض وإنما لحضور إن دعيت. الائتلاف يشترط عدم وجود إيران. هي محاولات خلق فوضى يحاولون السيطرة عليها
ولكن لا يستطيعون. الطرف الأمريكي هو طرف يقابله الطرف الروسي، بينما السعودية تقول نحن لن نذهب إلى مؤتمر جنيف من دون أعذار. يحاولون التكلم عن مرحلة انتقالية بدون وجود للرئيس بشار الأسد، ولكن أي مرحلة انتقالية بدون وجوده. الشارع السوري هنا من دمشق يقول بأن الحل الوحيد لضمان لتبقى سوريا هي بلد المقاومة هو الرئيس بشار الأسد، ولكن هناك بعض الأطراف التي تحاول تغيير هذا الواقع. هذا الواقع الذي فرض نفسه من خلال 3 سنوات تقريبا على الأزمة السورية. أي دولة ممكن أن تذهب إلى جنيف إن كانت راعية؟ تركيا تحاول الاقتراب من جنيف أيضا باعتبارها دولة مجاورة. صوت قاوم، هنا لبنان العربي، صوت الجماهير الشعبية.